بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم جيتكم بواحد الوصفة رائعة جدا، سندويشات محشيين بحشوة مغذية وبنينة. تفضلوا معايا. عندنا 2 كيسان ونصف ماء دافي، نصف كأس حليب رايب أو لبن، واللي ما عندوش يدير حليب، ملعقة ونصف خميرة خبز، وملعقة سكر. نخلطوا هذا المزيج مليح ونضيفوا ربع كاس زيت. نخلطوا مليح هذا المزيج ونضيفوا بيضة كاملة. نكملوا الخلط، لازم تخلطوا مليح ونخلوهم يرتاحوا 5 دقائق. بعد ما ارتاحوا نبدو نضيفوا دركا في الفرينة، نحطوا الكيلة الأولى، نضيفوا الملح حسب الرغبة طبعا، ونضيفوا ملعقة خل، ونكملوا نزيدوا الفرينة بشوية بشوية. لازم نتحصلوا في الأخير على عجينة طرية جدا تكون تتلاصق في اليدين. ونضيفوا ملعقة كبيرة مارغرين أو زبدة وندخلوها في هذيك العجينة ونخلوها تخمر. بعد ما تضاعف الحجم نتاعها، شوفوا كي راهي تتلاصق. الآن نجو نشكلوا الفطائر تاعنا أو السندويشات بالاستعانة بقليل من الفرينة. الحجم أنا درته متوسط حسب الرغبة، اللي يحب يدير كبير صغير. تفتحيها مليح وتلويها 2 مرات كي شغل باغيت تاع الخبز، نفس الطريقة. تكملي العجينة كاملة وتخليهم يخمروا، وبعدين تدهنيهم بصفار مع شوية قهوة. الآن نوريكم الحشو. عندنا بطاطا مقطعة صغيرة مقلية، بصل أخضر، جزر، قليل من الطماطم، بيض مغلي، بطاطا أو دجاج اللي عندك استعمليه، بصح بالطون يجي خير، يجي بنين. مايونيز، الجبن أنا ما كثرتش، فرماج باسكو ولاتي ما يحبوش، إذا تحبوه كثروا من الفرماج. هذه هي الحشوة مغذية وبنينة، وانا ولادتي كلاوه كامل وعجبهم بزاف. شوفوا الخبز كيفاه جا، الله يبارك، جا خفيف. ما نقدرش نحكي لكم، لازم تجربوه. تبعوا الطريقة فقط، والسر لازم يخمر مليح قبل ما تطيبيه، لازم يخمر مليح. هاو سخون. دوكا نعمروا الحشو، نديروا شوية هريسة، انا ولاتي يحبوا الحار. اذا ما يحبوش ديروا كريمة جبن، ديروا الكريمة اللي عندكم نستعملوها. نعمروا بالحشو. هذه السلطة مغذية جدا جدا. نديروا جبن مبشور، والتزيين حسب الرغبة. أنا درت مايونيز. هذه هي روعة روعة، يحبوها أطفالكم، متأكدة بصحتكم وشهية طيبة.